عاوني حيت النبي كان كيعاون. بزاف ديال النسويات كيشدوا هاد الحديد ديال كان في مهنة أهله وكيضربوا به الرجل في راسو، ولكن كينساو الباقة الكاملة، يعني the full package ديال ديك الدار النبوية اللي كيهضروا عليها. ها هو الرد المسكت. واحد، المساواة في القدوة. إلا بغيتي الراجل يكون بحال النبي صلى الله عليه وسلم في شقا الدار، واش انتي مستعدة تكوني بحال أمهات المؤمنين في الطاعة والحياء وتقدير الزوج والقناعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان كيعاون النساء كيعرفوا حق الزوج، ما كيخرجوش بلا إذن، وما كينصبوش راسهم ند لند مع الراجل في السوشيال ميديا. ما تجبديش لينا القدوة غير في المعن وتنسيها في القوامة. جوج، مفهوم الرجولة المستنزفة. الراجل اليوم راه خرج للزنقة كيتخبط مع الضغوط والمصاريف باش يوفر ليك الحياة المستقلة اللي كتحلمي بها. نهار كان النبي صلى الله عليه وسلم كيعاون في دارو، كانت الحياة بسيطة والمسؤوليات مشتركة بفطرة سليمة. أما اليوم بغيتي الراجل يضرب تمارة في الزنقة، يعني البروفايدر، ويرجع يدير الشقة في الدار وانتي جالسة دايرة الميك اب المصنوح وكتفرجي في المؤثرات. هذه سميتها السخرة ماشي الاقتداء. 3، حق القوامة مقابل المعونة. الدين اللي قال كان في مهنة أهله هو نيتو اللي قال الرجال قوامون على النساء. المساعدة في الدار كانت تفضلا وكرم من النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي واجب مفروض عليه بالسيف أو حق قانوني للزوجة. اللي بغى الاقتداء خاصة تقبل بالدين كامل. الراجل هو السيد، هو القوام، وكلمته هي اللي كاينه. تما الراجل ملي كيشوف هاد التقدير كيعاون من تلقاء نفسه وبكل حب. 4، فخ المقايضة. النسويات كيبغيو يرجعوا الراجل خدام في الدار باش يهرسوا ليه الهيبة ديالو. النبي صلى الله عليه وسلم كان كيخيط ثوبه وكيخصف نعلو حيت كان متواضعا، ماشي حيت كان مستنزفا أو خايف من النقير. كاين فرق كبير بين التواضع وبين الخضوع لواحد الأجندة باغا ترجع الراجل مجرد آلة للخدمة. الخلاصة لصحابي الدراري، فاش تقول لك النبي كان كيعاون، جاوبها بالبوصلة الرسمية. على الراس والعين، نكون بحال النبي صلى الله عليه وسلم في المعونة. نهار تكوني انتي بحال خديجة ولا عائشة رضي الله عنهما في الطاعة والتقدير. أما تاخدي من السنة غير غسيل الماعن وتخلي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهذا كيتسمى تلاعب غريزي وماشي دين. ما تخليهمش يدوخوكم بالدين باش يغطيو على السيطرة الأنثوية. المعونة كتجيب الرضا والمحبة، ماشي بالفرض والتبجح بالشعارات.